السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا هذا الفيديو، ورمضان كريم عليكم ومبارك طاعتكم. ونبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو اليوم راح يكون مشاركتي معكم لطبختي اللي هي طبخة الملوخية. ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم ويكون ضيفة خفيفة على قلبكم يا رب، وبتمنى تشتركوا بالقناة صبايا، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد انا بنزله باذن الله تعالى، وتدعموني وخلونا نكبر عائلتنا ونصير هيك، يعني تكبر القناة ونصير عيلة كبيرة ان شاء الله باذن الله تعالى. وهون مثل ما انكم شايفين اول شي بلشت فيه الفروج، سلقته، وبعد من قشيت الزفرة وحطيت المطيبات، وعندي الملوخية منقعة وغسلتها، وبلشت هون بقلي من الملوخية وبلشت هيك حمصهم. انا بقليهم على وجبات مثل ما انكم هون شايفين، هون بقليهم على وجبات. لبين ما يشقر وكذا بشيلهم، يشقر العرق تبعه يعني ما راح تشقر الملوخية اكيد. وهون الفروج كان عندي عم ينسلق، ضفت عليه مكعبين ماجي. بحب المرقة تكون هيك طعمتها ظاهرة، يعني طعمة الفروج تكون فيها ظاهرة. وبعدين مثل ما انكم شايفين بعد ما قليت الوجبة التانية كمان جيت حطيت طنجرة، الطنجرة الكبيرة لأنه ما راح تسع هاي. حطيت شوية زيت، بعدين حطيت معلقة سمنة، يعني معلقة معلقتين عدوها يعني، توم، كزبرة مثل ما انكم شايفين. وهون الفروج كنت طالعته، ورشة فلفلة حمرا، ومثل ما انكم شايفين قليتهم مع بعضهم. بعدين برجع بطب الملوخية عليهم، بحركهم هيك شوي مع بعض كمان ياخدوا من طعم بعض. وبضيف المرقة هون حتى تتغمر عندي المرقة. بعدين بضيف عليهم الملح والملح ليمون، او حسب الواحد كيف بحب الليمون يعني. حركته وبتركون. انا ما بغطي الملوخية لاني هيك بحس مدري كيف بيطلع، فانا بتركه هيك ينطبخوا مع بعضهم. وهون كان عندي يعني كاسة ونص رز، ما عملت كتير لانه ما كتير بحبوا الرز، يعني انا بنتي بتحب الملوخية من غير رز. انا ابني بس الكبير بس بيحب الرز، فالحمد لله رب العالمين حطيت له، عملت له شوية رز. وهون مثل ما انكم شايفين حطيت عليه المي والملح، بتركهم يستووا مع بعض. وهون ببلش بالفتوش، كان جاي على بالي الفتوش كتير، ومثل ما سبق وحكيت انه انا اولادي ما كتير صحبة مع الفتوش والسلطات، ممكن التبولة ايه يعني، فقلت يعني بعمل لي هيك صحن فتوش. مثل ما انكم شايفين هون نظفت الخضرة. اول شي بلشت بالخس، شلت الزوايد اللي هي معنا منيحة يعني. وبعدين فردتهم، انا بفتحهم وحدة وحدة ورقة ورقة يعني، وبعدين بغسلهم. مثل ما انكم شايفين هون خلصت الخس. بلش هون عندي النعناع والبقدونس، كلهم بغسلهم، بحطلهم ملح وخل، بتركهم ينتقعوا شوي. وبس ما خلصت منه برجع بجيب فرمان، مشان الأتربة وهيك شغلات يعني.
هون بلشت إني أفرمهم يعني، بلشت فرم الخس، وبعدين منها بجي بفرم النعناع، كيف رمضان معكم صبايا؟ بأنه جزء وصلته بالقرآن أنا الحمد لله رب العالمين، يعني على قد ما هو مضغوطة وكذا، بس يعني وصلت تقريبا على الجزء العاشر الحمد لله رب العالمين. صبايا عن جد يعني أنا من النوع كتير بستمتع وقت اللي بقرأ بالقرآن، يعني أنا ما راح أقولكم إنه دايما إنه بقرأ فيه يعني، بس وقت اللي بقرأ يعني بحس إنه ما عاد إلي نفس إنه أنا أترك القرآن سبحانه وتعالى، يعني بحس خلاص إنه ما عاد بدي أكمل، بس بسبب المشاغل بسبب الولاد. ف اي والله. بس يا صبايا هون عندي الفجل والنعناع، هلا في منهم بيضيفوا البقدونس وفي منهم لا، فأنا صبايا يعني أنا بحب أضيف هيك شوية بقدونس عليه، تمام. وبعمل الصوص تبعه، بس ما بحطه يعني وقت التقديم يعني بكون جاهز بس للسكب، نسكب عليه والتتبيلة بتكون يعني جاهزة وخالصة الصوص تبعه. واللي بيحب يضيف يعني أول بأول مشان ما تدبل السلطة أو الفتوش أو أي شي، بحب يكون يعني أول بأول يعني تازة. وأنا أصلا عملت صحن صغير يعني مو كتير، لأنه من غير شر يعني ما في حدا غيري أنا والولاد. طبعا أنا هون زوجي ما كان موجود. اي والله يا صبايا. فرمت هون البندورة، هون خلصت تقريبا، ما ضل عندي شي. بسكب الأكل. الفيديو اليوم راح يكون شوي طويل صبايا، معلش استحملوني. لأنه عندي يعني حاولت كتير قد ما منتج وكذا، بس إنه الفيديو طويل هو بذات نفسه يعني. فالحمد لله رب العالمين. ما تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وتعليق حلو مثلكن. وبس هيك صبايا، هذا الفيديو اليوم وهي طبختنا، بتمنى تكون عجبتكم، يكون الفيديو عجبكم، كون ضيفة خفيفة على قلبكم. وبعتذر إذا أنا بكون مثلا مو مرتبة شو بدي أحكي أو ملبكة أو كذا، فبعتذر صبايا يعني. أنا جديدة على القناة وما بعرف يعني، حتى التسجيل يعني غريب علي شوي. فالحمد لله رب العالمين، مع اني انا من محبين اليوتيوب. وبس هيك صبايا، هاي كانت طبختنا، والله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. وبس هيك صبايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.